المهم ان الحكم ده في نهايه التسعينات او بدايه الالفينات اتحبس بتهمه الرشوه. فمش يعني معلش يا صاحبي، مش غريبه شويه ان المباراه الافريقيه الوحيده اللي انت تكسبني فيها الحكم يتمسك في قضايا رشاوي تانية؟ يعني في اكيد رشاوي كتير عدت ومرت عليه بس ما اتمسكش فيها، بس اتمسك في الاخر. يعني اتمسك في الايه، في الاخر. بحلم بيك، انا بحلم بيك، ويوم السوبر مستنيك. مستنيك ايه؟ ده انا مستنيك يا صاحبي بقالي 30 سنه. 30 سنه وانت خدت مني حاجه ما كانتش حقك، وجي الوقت ان انا اردها. لو جينا بصينا واحد يقول لي يا عم احنا بنهريهم وبنهرسهم في كل حاجه، في الدوري وفي الكاس وفي السوبر المصري وفي افريقيا ونهائي القرن والقاضيه ومش عارف ايه. بس اقول لك لا، يعني في حاجه كده جوه الواحد من السوبر الافريقي ده. هو اي نعم، يعني هم ما بيعرفوش يفوزوا بالبطولات عشان ما بنلعبش كده، عشان كده ما بنلعبش السوبر الافريقي كتير. بس فرصه وجت وبص يعني. مش هقول لك اليوم ده بالنسبه لي كان عامل ازاي، واغلب الناس يعني كنت انا ساعتها لسه طفل صغير. يعني شوف، من 30 سنه يا اخي، والله العظيم ما ناسي اليوم ده، والله ما ناسي اليوم بتفاصيله. يعني عندي اخ اكبر مني، يعني مثلا هيشتمني دلوقتي لما يشوف الفيديو. اخويا ده زملكاوي يعني، وكان للاسف بقى يعني ايه، بيحاول يخليني زملكاوي باي شكل من الاشكال، بس الحمد لله ربنا نجاني اللهم لك الحمد. فقعد يذلني اليوم ده، ذلني. كلمه ذلني دي قليله، ويوميها والله العظيم ولا كلت ولا شربت، كنت معيط، وكان يوم ما يعلم بالله ربنا. بعيد عن ان انت زعلت على الاهلي ان هو خسر واللي هو عمله معايا، يعني اخويا الزملكاوي، بس هي الفكره كلها في ان انت اتسرقت. يعني لما تيجي تبص اصلا المقارنه بيننا وبينهم في اي حاجه، في مباريات رسميه، في مباريات وديه، في بطولات افريقيا، في السوبر الافريقي، في السوبر المصري، في الدوري، في الكاس، هنلاقي دايما ان احنا ايه، الحمد لله يعني مكتسحين، وكل حاجه متفوقين عليهم فيها. ودي الحاجه الوحيده بس اللي هم اللي ايه المتفوقين فيها. اي نعم، عشان ما بيفوزوش ببطولات زي ما بقول لك، وما بنلعبش سوبر افريقي كتير مع بعض، بس في الاول وفي الاخر اسمهم معاهم سوبر افريقي، يعني واخدينه مننا. يعني فهي دي النقطه الوحيده اللي برضو بالمناسبه دي المباراه الافريقيه الوحيده اللي الزمالك كسب فيها الاهلي. في كل المباريات الافريقيه الاهلي يكسبها كلها او تعادل يعني، وكسب، ما خسرش ولا مباراه، اللي هي المباراه دي. كان في بقى حكم وقتها اسمه ماتابيلا. الحكم ده ربنا ينتقم منه، يعني الله اعلم هو زمانه عايش ولا مات يعني. المهم ان الحكم ده في نهايه التسعينات او بدايه الالفينات اتحبس بتهمه الرشوه. فمش يعني معلش يا صاحبي، مش غريبه شويه ان المباراه الافريقيه الوحيده اللي انت تكسبني فيها الحكم يتمسك في قضايا رشاوي تانية؟ يعني في اكيد رشاوي كتير عدت ومرت عليه بس ما اتمسكش فيها، بس اتمسك في الاخر. يعني اتمسك في الايه، في الاخر. المباراه دي كان في كوره يعني لغايه دلوقتي والله العظيم مش هتلاقي واحد عاقل يقتنع بها او يصدقها. ما ينفعش تحصل. فاول لمحمد يوسف، فاول لكابتن محمد يوسف، وحسب الفاول وقمت طرد الكابتن محمد يوسف. حاجه كانت غريبه. قبلها بشويه كان ايمانويل عمل تاكلينج كده على ياسر ريان، يعني لغايه النهارده ياسر ريان لسه بيتعالج من الخبطه دي لحد النهارده لسه حاطط على رجله تلج. حاجه كانت صعبه جدا، ومع ذلك ما طردوش، وكان داخل عليه من الخلف، وكانت حاجه يعني كميه فجر مش طبيعيه في المباراه دي. بس ما علينا، اللي حصل حصل، ومش هنبكي على اللبن المسكوب زي ما احنا متعودين ان احنا كاهلاويه. خلاص بنتظلم في حاجه بنقدر ان احنا نعوضها مره واثنين وثلاثه واربعه، فجت الفرصه. الله اعلم بقى تيجي تاني ولا لا، بس هي جت الفرصه. وجي اليوم اللي الواحد مستنيه، بقول لك من 30 سنه، والله العظيم حرفيا من 30 سنه مستني اليوم ده ان احنا نقابلهم في السوبر الايه الافريقي. على الورق يا صاحبي، مفيش واحد عاقل في الدنيا يقول ان الماتش ده ما يخلصش مثلا 2 3 4 مرتاح للاهلي، حتى زملكاويه. لكن في ارض الملعب الوضع بيختلف زي الماتش على فكره بالمناسبه بتاع 94. الاهلي كسكواد كان احسن من الزمالك، وكان كسبانه في الدوري عادي قبلها، وكسبه في الدوري بعدها عادي، والناس كلها كانت متوقعه برضو ان الاهلي هيكسب. بس المباريات اللي هي بتبقى بطوله ديت مباراه واحده، دي ما بتبقاش مضمونه، عادي وارد تحصل يعني. قبل كده الزمالك اتغلب من بني عبيد في مباراه كاس، فاهم، فاللي هو الخروج المهزوم. الاهلي اتغلب قبل كده من انديه برضه درجه ثانيه وكلام من ده. فالمباريات اللي هي بتبقى البطولات اللي بتبقى مباراه واحده دي يعني فاهم، تبقى رخمه شويه. يعني مش شرط ان الاحسن هو اللي يكسب.
فاحنا عايزين رجالتنا ان شاء الله يكونوا اهم حاجه يكون التوفيق حليفهم يا رب ان شاء الله، بس يلعبوا برجوله، ما يبصوش على فرق السكواد، ما يبصوش على فرقه الزمالك الفتره دي عامله ازاي، لان زي ما بقول لك على الورق احنا نكسبهم مرتاح واحنا يعني حاطين رجل على رجل، بس المباريات دي لا ما بتبقاش يعني انت اللي بتسهلها على نفسك. لو لعبت برجوله وركزت وموتت نفسك في الملعب المباراه تبقى سهله جدا 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 لابعد الحدود، والله هتبقى سهله قوي وهنكسبها مرتاح قوي. لكن بقى لو نزلت في ثقه زياده، في مياعه في اللعب، في مش عارف ايه، لا انت كده ممكن تدخلهم الايه الجيم، وفي نفس الوقت برضه ما تديهمش حجم اكبر من حجمهم. ما تقولش بقى ده ديربي واهلي وزمالك وبتاع ولازم احترم الفرقه اكتر من اللازم، لا احترمها على قدرها، احترم الفرقه على قدرها، اديها قدرها بالظبط، ولا تقلل منها ولا تديها اكبر من حقها. في الحالتين لا قدر الله هتدخلهم الجيم. لو اديت لهم حجم اكبر من حجمهم هتدخلهم الجيم، لو لعبت برعونه واستهتار وكلام من ده برضه هتدخلهم الجيم. العب لعبك، العب برجولتك، موت نفسك في الملعب، ان شاء الله الماتش مضمون بنسبه 101% ان شاء الله باذن واحد احد. فمستنيينكم بقى في السوبر يا رجاله، مستنيينكم في السوبر ان شاء الله عشان ناخد حقنا اللي ايه اللي بقاله 30 سنه، بقاله 30 سنه ان شاء الله. بقى اللي حصل من اخويا في بعد من 30 سنه فاتوا هرده له ان شاء الله بعد ال 30 سنه دوت، واعمل فيه اللي عمله معايا باذن واحد احد ان شاء الله. رغم ان عدى حاجات كتير والله وبعدي له وما برضاش بيصعب عليا والله العظيم، يعني بقول الله يصلح حاله كفايه اللي هو فيه. حتى القضيه وبتاع ما حفلتش عليه ولا كلمته، وكل الماتشات اللي فاتت ما بكلموش، بس الماتش ده مش هعديهولك، الماتش ده مش هعديهولك. اظن انت فاكر كويس قوي انت عملت فيا ايه من 30 سنه، من 30 سنه، وخليك فاكر من الايام دول، ونتقابل ان شاء الله باذن الله في السوبر.